بقى هنت عليك يا ولدي. من كام يوم كنت في زيارة لدار المسنين وقابلت ست جميلة قالت لي يا بنتي عايزة احكي لك حكاية. انا يا بنتي سمعت مرات ابني بتقول لابني يا انا يا امك في البيت، وكتبت رسالة لابني وعايزاكي تقوليها. كتبت له انا هنت عليك يا ولدي ترميني في دار رعاية، ده انا كنت فاكرك انك هتعيش عمرك معايا. فاكر لما كنت صغير ودلي فيك واشيل، ايه بس يا ابني اتغير، ما طلعتش ليه اصيل. يا ابني بلاش تمشيني لو مش قادر تعشيني، انا هاكل لقمة حاف وسريري يدوب والحاف. اصبر يا ابني تحملني، فاضل في العمر قليل. انا هنت عليك يا ولدي ترميني في دار رعاية، ده انا كنت فاكرة انك هتعيش عمرك معايا. ليه قاسي عليا يا ابني والبر عليك كده هان، رايح ترميني تسيبني وفي اخر العمر اتهان. ده انا بيتي كل حياتي طول عمري وذكرياتي، فرحي جواه وانين، عايز ترميني لمين؟ ابني ومش مستحملني، طب فين راح الاقي امان؟ كده هنت عليك يا ولدي ترميني في دار رعاية، ده انا كنت فاكرك انك هتعيش عمرك معايا. خد كل فلوس ومعاش، في البسطة في قرشين، خدهم يا ابني وبلاش، يا دوب في العمر يومين. وان كان على اللقمة وهدمة منك دي نهاية خدمة، وارحم ضعفي مع سنيني، غير بيتي مفيش يقويني. خليك للقسوة دي فاكر الدنيا سلف معدين. كده هنت عليك يا ولدي ترميني في دار رعاية، ده أنا كنت فاكرك إنك هتعيش عمرك معايا. وسحبني يا واد بهدومي وقلعني ليه من الحتة، يا أيامة بسرعة وقومي، ال9 شهور بقوا 6. وبدل ما تقول متشكر تنسى وتقسى وتتنكر. لو يوم في العمر إن كان مش هرضى بأي مكان، من بيتي وعمر حياتي مش هطلع غير وأنا جتة. كده هنت عليك يا ولدي ترميني في دار رعاية.